أخنوش. قطاع الصيد البحري يحقق صادرات بقيمة 28 مليار درهم في المغرب. افتتح اليوم الأربعاء الدورة السادسة من معرض اليوتيست لقطاع الصيد البحري بمدينة أكادير من لدن عزيز خنوش رئيس الحكومة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة. أخنوش في هذا المعرض الذي تقرر تنظيمه في مدينة أكادير بأمر من الملك محمد السادس يعد حدثا مهما لكونه يمثل واجهة لإبراز العمل الكبير الذي يقوم به قطاع الصيد البحري ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن قطاع الصيد البحري في المغرب يعرف تطورا مهما، فعلى الرغم من بعض المشاكل التي عانى منها القطاع خلال السنة الفارطة فإنه حقق 28 مليار درهم في قيمة الصادرات بزيادة 16% كقيمة مالية. وأضاف بأن نتائج قطاع الصيد البحري خلال السنة المقبلة ستكون أحسن، مشيرا إلى أن المعرض يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع والجهود التي يبذلها مختلف الفاعلين فيه من الممولين والمهنيين وشركات التثمين، لافتا إلى أن سلسلة النشاط البحري تشتغل بإيجابية.